مزار خواجة عبد الله الأنصاري. يا رب امنحني قلبا طاهرا ونفسا واعية، وآه الليل وبكاء السحر بصوت صادق، وفي سبيلك اجعلني أنسى نفسي، فإذا فنيت عنها فاهدني إلى رضوانك والهدى. تعد هرات من أقدم مدن أفغانستان، وقد عرفت عبر التاريخ كمهد عظيم للحضارات والأدب والفنون والتصوف. هذا المدينة أشرقت عبر آلاف السنين بنور العلم والحكمة والهندسة المعمارية، وخاصة في العصر التيموري أصبحت هرات مركزا بارزا للحضارة الإسلامية. حيث اجتمع من كل أنحاء العالم العارفون والشعراء ونجوم الفن. وفي قلب هذه المنطقة الجميلة والتاريخية تألق نجم التصوف خواجة عبد الله الأنصاري رحمه الله عليه، الذي كشف بلغة التصوف أسرار قلوب البشر. حياة ومكانة خواجة عبد الله الأنصاري. كان خواجة عبد الله الأنصاري رحمه الله من نسل أبي أيوب الأنصاري، ذلك الصحابي الجليل الذي كان من أقرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كبار شخصيات الإسلام. ولد في قلعة كوهندج بولاية هرات سنة 396 للهجرة القمرية، الموافق ب1006 للميلاد، وكان من أعلام التصوف والعرفان، ومن كبار أهل الحديث والتفسير والمناجاة، حتى عرف بلقب بير هرات. وتوفي سنة 481 للهجرة القمرية، الموافق ب1089 للميلاد في منطقة غوران بولاية هرات، فصار قبره بعد وفاته مركزا عظيما للروحانية. هو من أحفاد أحد الصحابة الجلة لسيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد خواجة عبد الله الأنصاري في منطقة كوهندج سنة 394، وتوفي سنة 481 للهجرة القمرية، ودفن في منطقة جاذرجاه الشريفة التي كان يحبها ويؤثرها. وكانت جاذرجاه الشريفة آنذاك أشبه بغابة، وكان يقصدها ويقيم فيها. وبعد أن قدم شيخه ومرشده المعروف بشيخ عمه إلى جاذرجاه الشريفة وأقام مع حضرة الخواجة هناك، توفي ودفن في المكان نفسه. منذ ذلك الحين اكتسبت جاذرجاه الشريفة مكانة تاريخية، وأصبحت موضعا ذا قيمة كبيرة. وقبل دفن حضرة الخواجة وشيخه الجليل الذي كان أستاذه ومربيه كانت جاذرجاه منطقة مجهولة قليلة الذكر، لكن عندما دفن الخواجة هناك صار كثير من الشخصيات البارزة من العرفاء وأهل الثقافة والفن والعلم والأدب في ولاية هرات يوصون عند وفاتهم بأن يدفنوا في جاذرجاه الشريفة. إن مقبرة خواجة عبد الله الأنصاري كما هو معلوم تقع في منطقة جاذرجاه. كلمة جاذرجاه تعني في الأصل الغسل، إذ كان أهل التصوف حين يأتون لزيارة خواجة عبد الله الأنصاري يغتسلون في هذا الموضع ويغسلون ملابسهم الخاصة بالتصوف، ومن هنا جاءت الدلالة اللغوية على الغسل. كما أن كلمة جاذرجاه تطلق كذلك على موقع القتال، إذ شهد المكان في القرن التاسع الميلادي معارك دارت فيه، ودفنت جثث قتلى تلك المعارك في 7 آبار، فاشتهر الموضع باسم هفشه، أي 7 آبار. كان الأنصاري ذكي الفطرة، لطيف الطبع، عظيم الاستعداد منذ صغره. توجه إلى الشعر بالفارسية والعربية، وبرع في النظم والنثر في اللغتين معا، ولا سيما في علم الحديث، إذ كان فيه قوي التمكن والبراعة.
تلقى الأنصاري تعاليمه في ميدان التصوف والروحانية على أيدي عدد كبير من الأساتذة، وقد نال شرف لقاء العارف الكبير الشيخ أبي الحسن الخرقاني رحمه الله مرتين، وكانت لهاتين الزيارتين آثار عميقة في روحه وأخلاقه وحياته العرفانية. وقضى معظم عمره في هرات، حيث واصل تعليم الناس ودعوتهم وإرشادهم حتى وفاته. خلف الأنصاري عددا كبيرا من المؤلفات نثرية ومنظومة كتبت بأسلوب جميل مسجع وموزون. ومن أبرز مؤلفاته تفسير القرآن الكريم، مناجاة نامة، زاد العارفين، كنز السالكين، قلندر نامة، محبة نامة، هفت حصار، رسالة ديلوجان، رسالة الواردات، إلهي نامة، صد ميدان، ومصيبة نامة. للخواجة مؤلفات نفيسة جدا، من أبرزها تفسيره للقرآن الكريم، كما أن آثاره العلمية والأدبية والعرفانية معروفة ومشهورة بين الناس. وله كتاب آخر بعنوان ذنب الكلام، وهو أثر بالغ الأهمية دونه تلامذته من أقواله خلال محاضراته، إذ كانوا يكتبون ما يتحدث به في مجالسه العلمية. ومن آثاره المشهورة أيضا كتاب مناجاة نامة، وهذا الكتاب موجود تقريبا في كل بيت من بيوت أهل أفغانستان، وكذلك يعرف باسم إلهي نامة. يا إلهي، لقد خلقتنا ورزقتنا بلا ثمن، وأهديتنا نعمك كلها مجانا، فاغفر لنا ذنوبنا بلا مقابل، لأنك أنت الخالق الحق، لا التاجر الذي يبتغي الربح والمصلحة. وتعبر هذه المؤلفات كلها عن فكره العرفاني العميق، ونقاء قلبه، وحلاوة بيانه، وعظمة قلمه الفنية. لكن كتابه مناجاة نامة يعد مثالا فريدا للروحانية، فقد ازداد قدره وقيمته مع مرور الزمن، ويقال دون مبالغة إن هذا الأثر يوجد في معظم البيوت. من أشهر مؤلفاته وأكثرها شهرة كتاب مناجاة نامة أو إلهي نامة، وقد قال حضرة خواجة فيها: اللهم أنت ناظر لي، فما الذي بقي مخفيا لأخبره؟ أنت في داخلك المرآة التي تظهر فيها مظاهرك، فماذا أطلب بعد؟ اللهم من تشاء أن تهلكه، فلا تحرمنا من رحمتك وفضلك. ثم يقول الخواجة: اللهم من تشاء أن تهلكه، فاجعلنا من المتمتعين برحمتك وفضلك، ولا تحرمنا عفوك وكرمك. ولم يكن هذا العالم الجليل والعارف الكبير صاحب مكانة عالية في أفغانستان فحسب، بل إن مصابيح علمه ومحبته قد أوقدت في قلوب الناس في كثير من بلدان العالم. شخصية خواجة عبد الله الأنصاري. إن شخصية خواجة عبد الله الأنصاري ليست بارزة في ولاية هرات ولا في أفغانستان فحسب، بل على مستوى العالم كله، باعتبارها شخصية علمية وأدبية وصوفية متميزة. وتجدر الإشارة إلى أن مئات بل آلاف من الكتب تتناول آثار وأفكار خواجة عبد الله الأنصاري في أفغانستان وباكستان، وحتى خارج أفغانستان في دول أخرى، في البلدان التي لديها معرفة بالتصوف والأدب، وفي الدول الغربية حيث يدرس التصوف ودراسة المستشرقين. هذه الكتب تتناول خواجة عبد الله الأنصاري وأعماله وأفكاره، ويمكن العثور عليها في هرات وقندهار ومزار وكابل وفي معظم أنحاء العالم. الخصائص المعمارية لمبنى المزار: إن بناء مزار خواجة عبد الله الأنصاري رحمه الله يعد من أروع الشواهد الفنية على عمارة العصر التيموري، فقد استخدمت في تشييده زخارف القيشاني الجميلة، والخطوط الفنية، والنقوش الإسلامية بدقة فائقة وبراعة كبيرة، كما تظهر القباب والمحاريب والأبواب بما عليها من القيشاني الملون مدى مهارة الفنانين التيموريين وإبداعهم.
في الأصل حين انتشرت صناعة القيشاني في هرات كان ذلك في العهد التيموري، ولا سيما في أواخر هذا العصر إبان حكم السلطان حسين بايقرا ووزيره الكبير العالم أمير علي شير نوائي. وقد شاع هذا الفن آنذاك انتشارا واسعا، وتميز القيشاني الهراتي بفرادة جعلته مشهورا عالميا لا نظير له، غير أن مثل هذا النوع من القيشاني لم يصنع في العالم إلى يومنا هذا، وللأسف فإن هذه الصناعة في زمننا تسير نحو الاندثار والتخريب، بعد أن كانت في العهد التيموري في غاية التقدم والازدهار. ويمكن أن نذكر مثالا على ذلك مرقد شاهي ولاية مآد في ولاية مزار شريف، حيث استعمل فيه قيشاني من العصر التيموري، وكذلك في مسجد هرات الكبير، وفي معظم الآثار التيمورية داخل هرات وفي أطرافها، ويعد من أعظم الصناعات الفنية في ذلك العصر. وفي جانب آخر من المزار أنشئ حوض جميل يبلغ عمقه نحو 5 أمتار، وقد زين هذا الحوض بفن القشاني البديع، مما أضفى على المكان مزيدا من الجمال، وأصبح إلى جانب روحانية المزار رمزا للنقاء والطبيعة الهادئة. أما نمكدن أو حوض الملح الذي يقع في الجهة الغربية من هذا المعلم التاريخي أو جاذرجاه قرب الخانقاه، فتذكر بعض الروايات أن الناس كانوا يأتون إلى هذا الموضع إذ كان فيه حوض فيجلسون حوله ويحضرون شيئا من الملح والخبز ونحو ذلك فيأكلون معا، وكأن الغاية كانت أن يأكلوا الخبز والملح رمزا للألفة والوفاء. وكان في داخل البناء حوض على شكل مثمن، أما من الخارج فالبناء على الشكل العشاري. هذه مناطق تاريخية توجد في ولاية هرات، فهي مناطق دينية وأيضا مناطق تاريخية وسياحية. يقصد السياح وخاصة القادمون من جنوب أفغانستان مزار مولانا صاحب جام الذي كان من المشايخ والأولياء في الطريقة النقشبندية للاطلاع على مزاره وزيارته. وقد كانت هذه المنطقة مشهورة ومعروفة منذ القدم. إن مزار خواجة عبد الله الأنصاري ليس مجرد ضريح لعالم عارف فحسب، بل يجسد أيضا صورة متكاملة لتاريخ هرات الذهبي وكمال العمارة التيمورية وفلسفة التصوف وجمال الفن الإسلامي. يعد الفن التيموري من أبرز الفنون على مستوى المنطقة والعالم، خصوصا في مدينة هرات، وقد كان له تأثير بالغ على المباني والثقافة والشعراء والكتاب من حيث الرسم أو النقش أو النحت أو الخط. ومن بين أبرز رسامي تلك الفترة يمكن ذكر الأستاذ كمال الدين بهزاد الذي عاش في عهد السلطان حسين بايقرا، وترك العديد من الأعمال التي ما زالت موجودة في العالم، وحصل بعض هذه الأعمال على جوائز بملايين الدولارات على المستوى العالمي. إن مثل هذه الأماكن لا تكتسب قيمتها للزائرين فحسب، بل تبقى أيضا ككنز للهوية الثقافية والوعي التاريخي وبقاء الفن. فكل طوب في المزار يحمل دعاء، وكل محراب يرمز إلى العرفان، وكل قطعة قيشان تمثل بصمة يد فنان تيموري أضفى ألوانا على التاريخ. ولا يقتصر تميز مزار عبد الله الأنصاري على كونه ضريحا لعالم عارف عظيم، ففي جنبات هذا المزار يرقد أيضا عدد من العارفين والعلماء والشيوخ الذين كانوا نجوما للعلم والعرفان والروحانية، وجعلوا اسم هرات يسطع ليس على مستوى منطقة فحسب، بل في التاريخ الثقافي والروحي لأفغانستان كلها. وكانت منطقة جاذرجاه
قبل دفن الأنصاري مكانا مجهولا بلا اسم، لكن مع دفن الأنصاري فيها ارتفعت قيمتها إلى درجة أن كبار العارفين والعلماء والشخصيات المرموقة في هرات أوصوا بأن تدفن أجسادهم أيضا في هذا المزار. إن هذا المزار يعد ملاذا للإيمان والمحبة للزائرين، فكل يوم يتوافد مئات الأشخاص إلى هنا للدعاء والنذر والزيارة، وخاصة أيام الخميس والجمعة يزدحم المكان بالناس بشكل كبير لا يقدر. كل معلم تاريخي فريد من نوعه ويتمتع بخصائص فنية مميزة يمكن أن يجذب اهتماما كبيرا من السياح والزوار. إن آثار مزار خواجة عبد الله الأنصاري التي تعد من المواقع المهمة والفريدة من نوعها، ويجاورها أضرحة أخرى، منها هناك حجر السبع أقلام أي سنجهة قلم، الذي يلفت انتباه السياح بشكل كبير، ويمكن للدولة من خلال هذه المعالم تحقيق إيرادات كبيرة. إن هذا المزار يعد فخرا مشتركا لجميع الأفغان كتراث ثقافي، ولا يقتصر الحفاظ عليه على أهالي هرات فحسب، بل هو واجب على الأمة كلها، لأن هذا المكان يمثل مرآة مشتركة للعلم والعرفان والأدب والفن، ويلمع تاريخ أفغانستان بجماله. يعد مزار خواجة عبد الله الأنصاري منارة مضيئة من منارات الحضارة الذهبية في هرات، فهذا المكان يقدم صورة جامعة للروحانية والفن والتاريخ. إن قباب المزار الجميلة وروائع الزخرفة بالقيشاني وبناء نمكدان التاريخي، إضافة إلى فن الحوض البديع، كلها تشهد بأن هرات ليست مجرد مدينة، بل هي كتاب حي من كتب الحضارة. إن مزار خواجة عبد الله الأنصاري رحمه الله ملاذ للقلوب الظامئة إلى تزكية العرفان وطمأنينة الروح الإنسانية. لا يتلألأ هذا المزار في ضياء النهار فحسب، بل يزداد بهاء ليلا حين تكسوه الأنوار جمالا خاصا، حتى تبدو الليلة فيه كأنها نهار مضيء. إن أضواء المصابيح وانعكاس النور على القباب وسكون الفضاء من حوله تخلق جميعها جمالا روحيا يمنح الزائر إحساسا بالتحرر من قيود الزمن. فالليل هو الوجه الآخر لجمال هذا المكان، وجه يحرك أوتار القلب أكثر وأكثر. وتبذل وزارة الإعلام والثقافة في إمارة أفغانستان الإسلامية جهودا متسارعة في مجال حماية الآثار التاريخية، ويعد مزار خواجة عبد الله الأنصاري رحمه الله واحدا من أمثلة هذه الجهود. فهذه البناية تشكل جزءا من تاريخ أفغانستان الحي، ولأجل الحفاظ عليها توضع البرامج وتجرى أعمال الترميم وتتخذ الخطوات العملية حتى ينعم الأجيال القادمة هم أيضا بجمال هذا التاريخ وصفائه الروحي. في سبيل الله ينال الإنسان كعبتين، إحداهما كعبة الظاهر والآخر كعبة القلب، فاحرص على زيارة القلوب ما استطعت، فزيارة قلب واحد أعظم من زيارة 1000 كعبة.